احنا كده ال5 حاجات دول اللي هما طريق السعي، وان انا اصدق في نفسي، وان انا اعرف ان انا يعني مش هعرف اعمل اي حاجه غير بالاستعانه. يعني انا ببدا وبتوكل على الله والحاجات دي كلها، بس انا مش هعرف اعمل اي حاجه غير ان انا استعين بربنا وادعي وربنا هيوفقني. فدي حاجه اكون حاططها في دماغي ان انا لسه ببدا، فمفيش حاجه اسمها انا ممكن ما اكملش، انا ممكن ما اعرفش او انا خايفه اقع بعدين. مفيش الكلام ده كله، احنا بنستعين بربنا، يعني نقول لا حول ولا قوه الا بالله. احنا مش هنعرف نعمل اي حاجه غير بتوفيق ربنا. بعد كده قلنا الصحبه، وبعد كده سماع المواعظ. فالحاجات دي كلها ممكن نحطها تحت مسمى كده اسمه زياده الايمان او الايمان عموما، او ازاي ازود ايماني. فاحنا نزود ايماننا عن طريق الحاجات دي، احنا نسمع مواعظ وصحبه القران والصحبه الصالحه، وطبعا الاعمال. فدي نحطها تحت اطار كده زياده الايمان. فالملخص ايه الحاجه اللي بتخلي ناس الطاعه سهله عليها وناس تانية لا؟ ان ان الشخص اللي الطاعه سهله عليه ده هو اخد بالاسباب، وغير ان هو اخد بالاسباب وربنا وفقه، هو كمان حاطط قدامه الطريق، يعني هو اختار الطريق. فانا لازم علشان ربنا يوفقني والطاعه تبقى سهله عليا وكل الحاجات دي، ان انا اختار طريق ربنا. لازم اختار الخطوه الاولى من عندنا، ان انا اختار طريق ربنا، وان انا اسعى، وان انا علشان الموضوع ده كمان يبقى سهل، عشان الطريق كمان اختاره وكمان الكلام ده يبقى سهل، ان انا اصدق في نفسي ان انا فيا الخير، وان ربنا هيكرمني وهيوفقني، واي مشاكل عندي هتتحل ان شاء الله. هتتحل، ممكن اخد وقت ان انا اتعافى اكيد، يعني مفيش حاجه من يوم وليله. بس الفكره دلوقتي كده انا بعيد، يبقى لازم انا ابقى على الطريق، اختار ان انا ابقى على الطريق، وشوف ايه الحاجه اللي مخليني مش على الطريق. يعني ايه الحاجه اللي انا مش مخلياني على الطريق؟ ليه؟ اسال نفسي بجد ليه؟ يعني هل انا مش بحب نفسي؟ هل انا بكره؟ يعني بجد، يعني ايه السبب ان انا بعيد؟ لازم كده اقعد مع نفسي واسالها. مفيش حاجه اسمها الطريق صعب وانا معرفش لا. هو انا عايز ابقى على الطريق ولا لا؟ انا عايزه اخش الجنه ولا لا؟ انا بستعبط. هي كده، يعني بجد هي كده. مفيش حاجه اسمها انا ضعيفه، انا فاشله، انا معرفش كل ده كلام الشيطان. يعني كل ده كلام الشيطان عشان يحبطنا، وهو اصلا مش عايزنا نتحرك، يعني مش عايزنا اصلا نخش الجنه. احنا نقول، احنا ننوي ان احنا نكون على الطريق. وفي حاجه بتسهل علينا ان احنا نكون على الطريق، زي ما قلت لكم، ان الواحد يصدق في نفسه. وفي حاجه المفروض يعملها برضو في حق يعني في حق ربنا طبعا، وبعد كده لنفسه عشان نرتاح، ان هو يتوب. لان هو اكيد طول الفتره اللي فاتت طالما بعيد، فكل ده كل ده خلى قلبه جامد. يعني مش جامد بمعنى اللي هو قوي، جامد بمعنى اللي هو يبقى جامد قوي على الذنوب، او جامد قوي على ان هو يعمل معصيه. فهو لازم يتوب، يعني لازم يعترف اول حاجه، ان هو يعترف ان هو فعلا مقصر في حق نفسه، ومقصر طبعا في حق ربنا. فلازم يتوب من حاجه زي كده، لازم يعترف ان هو انا غلطان، ولازم استغفر، وابدا بقى بدايه جديده. يعني التوبه خلاص، ابدا بقى بدايه جديده، واكون فعلا على الطريق، واشوف الناس بتعمل ايه عشان يكونوا على الطريق، وامشي في التيار بتاع طريق ربنا. وبعد كده طول ما انا في الطريق، ربنا بقى هيسهل عليا الطاعه. فجاه كده الطاعه هتتفتح لي وتبقى سهله عليا، وهنتظم في الصلاه، والحاجات دي كلها هتيجي. بس اهم حاجه ان انا اختار ان انا اكون على الطريق. في حاجات كنت كاتبه برضو، اللي هي مثبتات في عصر الفتن. انا كاتبه انا قلتهم بس اقولهم تاني. يعني 5 طبعا القرآن، الآية في سورة الفرقان، بسم الله الرحمن الرحيم، كذلك لنثبت به فؤادك. فالقرآن اصلا الكفار او المشركين كانوا بيقولوا هو ليه القرآن منزلش جملة واحدة؟ يعني ليه القرآن منزلش كله مرة واحدة؟ ليه نزل منجم او مفرق؟ فهو القرآن الرد كان كذلك لنثبت به فؤادك، فهو نزل مفرق او منجم عشان يثبت قلب النبي، فبالكم قلوبنا بقى. فالقرآن طبعا من المثبتات في العصر اللي احنا فيه ده، واحنا طبعا العصر بتاعنا مليان فتن. تاني حاجة ان احنا نقرا السيرة ونقرا قصص الانبياء، لان قصص الانبياء احنا بنتعلم منها. يعني مثلا على سبيل المثال في الموضوع ان احنا عايزين نبدأ الطريق، فاحنا لازم نبدأ على نظافة بجد. فاحنا نتعلم من قصة سيدنا آدم لما اكل من الشجرة،
الشيطان طبعا ايه يعني هو اللي وسوس. فالشيطان برضو بيعمل معانا الموضوع ده، ان احنا مثلا بنغلط او بنعمل معصية، والشيطان بقى يقعد يوسوس لنا قبل المعصية وبعد المعصية ان احنا مفيش امل مننا. بس احنا علينا نعمل زي ما سيدنا ادم عمل عليه السلام، ان احنا نعترف ان احنا غلطنا. سيدنا ادم اكل من الشجرة وقرب من الشجرة واكل منها، وما كانش المفروض يعمل كده، فهو اعترف ان هو غلط، وربنا ايه الهمه التوبة، والهمه ان هو يقول كلمات يستغفر ربنا، وربنا خلاص هيتوب عليه بعد ما هو استغفر ربنا. فالموضوع يا جماعه بسيط. الشيطان فعلا هو اللي بيكبر الموضوع، وعايزنا في فقر وعايزنا في حزن ومش عايزنا نتقدم. كل ده من الشيطان، اما احنا كويسين يعني وبنحب فعلا ربنا وعايزين فعلا نقرب. فكل الوساوس دي وساوس شيطانيه بجد، وساوس شيطانيه، اللي هو انا خلاص عملت ذنب اكبر الذنوب، انا معرفش ايه، انا بقالي كتير قوي كده ومعرفش ايه. فاللي هو لا، فاحنا ايه بنقرا قصص الانبياء عشان نتعلم منها، ونقرا سيره النبي صلى الله عليه وسلم. وايه ايه بسم الله الرحمن الرحيم، وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فايه القصص دي عبره. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بتثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فبرضو دي هتثبتنا طبعا لما نسمع قصص الانبياء ونعرف العبره منها ونفهم يعني ونعمل بيها. تالت حاجه العمل بالعلم. احنا دلوقتي اتعلمنا حاجه نعمل بيها على طول. عرفنا مثلا ايه ازاي نتوضى صح، خلاص بعد كده بقى من استهبلتي ونقول هنتوضى ايه الغلط اللي احنا كنا بنعمله، لا نتوضى بالطريقه الصح اللي احنا عرفناها. وبعد كده ايه دي خلاص نعمل بالعمل اللي احنا اتعلمنا بيه. الايه ايه اهي، ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. فايه احنا نعمل بالموعظه. دلوقتي سمعنا موعظه يعني بس زي ما انا بكلمكم كده ايه، ان انا اصدق في نفسي. دلوقتي صدقوا نفسكم ان انتوا شاطرين وايه، وكل حاجه بامر الله هتبقى ايه، هتبقى احسن. تمام. بعد كده رابع حاجه الدعاء. طبعا دي نعتبرها اول حاجه، ان احنا ندعي بجد، ندعي يا رب ردني اليك ردا جميلا، يا رب قربني اليك، يا رب اغفر لي. يعني سيدنا زكريا ولا سيدنا زكريا ان شاء الله يقول ايه، ولم اكن بدعائك رب شقيا. تمام. وطبعا ايه من ادعية النبي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فاللي هو يا جماعه ندعي بجد، ندعي. اخر حاجه ودي برضو لسه قايلينها، الصحبه الصالحه. لازم يا جماعه، لازم لو حتى مش معانا، مش حوالينا صحبه صالحه، والصحبه اللي احنا حواليها مش مساعدانا، لا نحاول نبعد. يعني نحاول نبعد لحد ما احنا ايه يبقى فينا قوه شويه ان احنا نقدر نواجه، او مش فكره كمان نواجه، يعني فكره ان احنا نبقى ايه قادرين بقى نشوف هل احنا فعلا عايزين نقعد كده في الغفله اللي احنا فيها دي مع اصحابنا ولا لا. مش عايزين ايه، هم مش هيسلكوا او مش شايفين انا دلوقتي ايه ربنا ايه اداني فرصه ان انا خلاص اشوف الطريق وان انا ابدا خلاص الطريق. فلازم حد يعيني، لو هم مش هيكونوا معايا على نفس الطريق هيوقعوني. فلازم صحبه صالحه. وطبعا ندعي، وطبعا في سوره الكهف واصبر نفسك مع الذين ايه يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد ايه عينيك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فاحنا لازم ايه نصبر، ايه اصبر نفسك مع الذين يدعون، نصبر ايه نفسنا حوالين صحبه صالحه كتير. تمام. يبقى هنا ايه يدعون ربهم. ولما جه ربنا قال ايه وايه فين، ولا تعد عينيك عنهم تريد زينة الحياة ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. شخص واحد بس، يعني شخص واحد بس، مش شخص واحد بس ضل او احنا معاه وهو مش على الطريق، كفيل ان هو يفتنا. يعني كفيل، يعني ربنا قال لنا ايه نصبر نفسنا مع صحبه كتيره، وفي نفس الوقت ان شخص واحد بس كفيل، شخص واحد بس مش سيء يعني او بعيد، كفيل ان هو يضرنا. فبجد فاحنا نبعد عنه او نبعد عن اي حد مش معانا دلوقتي على نفس الطريق. ننجو بنفسنا، يعني احنا ننجو بنفسنا، وبعد كده ان شاء الله نبقى ايه نجيبه، او هو هيجي لوحده. ربنا يعني ايه يهدينا جميعا. المهم يبقى نقولهم سريعا الحاجات اللي بتثبتنا في الزمن اللي احنا فيه ده: القرآن، قصص الانبياء، العمل بالعلم، اي حاجه نتعلمها،
نعمل بيها على طول. اتعلمنا ازاي نصلي صح، نصلي صح، اتعلمنا اي حاجه اتعلمناها نعمل بيها. مش فكره بس ان انا ايه عماله احصل في معلومات 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 وده مش بيأثر عليا، فاهميني؟ بعد كده ان احنا ندعي، وبعد كده ايه الرفقه الصحبه الصالحه. تمام. فاحنا لو ايه اهم حاجه بس عايزاكم تخرجوا منها من الفيديو ان احنا نختار ان احنا نكون على الطريق. عشان كده في ناس بتقول انا ليه مش عارف انتظم، انا ليه مش عارف انتظم في الصلاه، او انا ليه. في ناس بالنسبه لها مثلا الحاجه دي سهله وناس تانية لا. الحاجه دي بالنسبه للناس تانية سهله عشان هم اختاروا. احنا لازم نختار، مفيش حاجه اسمها كده، لا انا لازم اختار. ولازم مصطلح مهم برضو، مصطلح المجاهده، ان انا بجاهد نفسي، هفضل اجاهد كده لحد ما اموت. تمام. فاحنا نفضل نجاهد نفسنا. وعرفنا الايه اللي في سوره العنكبوت، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. فاحنا نجاهد، وكل ما نجاهد نفسنا ربنا بقى هيهدينا سبل، هيهدينا يعني مش سبيل واحد، طريق واحد، لا سبل كتيره قوي، وكل حاجه تبقى سهله ان شاء الله. بس احنا نختار الخطوه الاولى من علينا، احنا نختار. وبس. سلام.